السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. وكيف ديما شعارنا لا للحرمان. اذا وصفتنا اليوم عبارة عن كيكة كما كتشوفوا، كيكة بالشوفان وباللوز وبالموز او البنان، وكتجي فعلا رائعة، واهم حاجة صحية، بدون دقيق ابيض، بدون سكر. المهم اللي كيتبع شي نظام، اللي كيبغي اكل صحي مناسبه لمرضى السكري، لكن بكميه معتدله كيف كنقول ديما، لان فيها الشوفان وفيها الموز. فغتخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمكونات ان شاء الله في نفس الوقت. كتجي فعلا رائعه وكتجي لذيذه، هي باش فطرت هذا الصباح مع شي كويس ديال القهوه، ومشبعه ما شاء الله. فكنتمنى ان الوصفه تعجبكم. اذا نبداو على بركه الله، وغادي نشوفوا اول حاجه غادي نديروها هو كنجيبوا واحد الكوب او لا كاس ديال الشوفان، تقريبا 100 غرام. كنحاولوا اننا نحمروه شويه، واحد 2 دقائق 4 دقائق، منها كيعطينا واحد النكهه زوينه، ومنها كيتحيد منها اي رطوبه اللي كيكون في الشوفان. من بعد بطبيعه الحال كنطحنوه باش نرجعوه دقيق الشوفان. اذا من بعد ما طحنا داك الكوب ديال الشوفان او كاس ديال الشوفان او 100 غرام ديال الشوفان، غادي نجيب كوب ديال اللوز، حتى هو صهدته شويه في المقله او سخنته شويه في المقله، وتا هو غادي نطحنو، لكن بطبيعه الحال كنطحنو على ضربات. معليش الا خلينا فيه بعض قطع ديال اللوز كيجي رائع في وسط الكيكه. اذا نبداو على بركه الله. اذا غادي نحتاجو 2 بنانات او 2 الموز، يكونوا طيبين. كما كتشوفوا الحجم ديالهم انا كبير، الا كان الحجم صغير فكديروا واحد 3 ولا 4 على حسب الرغبه. الفيديو شارح نفسه. اذا كنحاولوا اننا نمعسوا او نهرسوا الموز بهذه الطريقه هذه. هنا ما غادي نستعملوا لا خلاط، لا خلاط كهربائي، لا خلاط العصير، لا والو، انما غنستعملوا غير الفوي او الضراب اليدوي. اذا هنا غادي نضيف 3 ديال البيضات درجه حراره المطبخ. بطبيعه الحال اي مواد كنستعملها في الكيكه ضروري تكون في درجه حراره المطبخ، هذه ديما كقاعده كنتعلموها وكنديروها ديما. كنكها بواحد شويه ديال الفانيلا، يمكن من الاحسن تكون فانيلا سائله او لا فانيلا اللي كتكون خام، بعدو على ديك فانيلا اللي هو سكر فانيلا. اذا هنا كنضيف كميه قليله من بديل السكر ورشه ملح و ياغورت او لا دانون، يكون بطبيعه الحال طبيعي، 125 غرام. ممكن تعوضوه بالماء، بالحليب، بالكريمه، يعني لكم الاختيار. ربع كوب تقريبا 60 ملي ديال زيت زيتون، ما كيعطيش نكهه، كيجي رائع ومنها صحي. ممكن تعوضوه بزيت طبيعي عادي او زبده او زيت جوز الهند، وكنحركوا كل المكونات بطبيعه الحال. اذا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكله ديال السكر او ما مرضش بالسكر، فممكن انهم يعوضوا بديل السكر بالعسل او التمر. فكاين بزاف ديال البدائل. اذا هنا كنضيف داك الكوب ديال اللوز وكوب ديال الشوفان اللي مطحونين، وكنحاولوا اننا نخلطوهم مزيان. اذا ممكن انكم ما ديروش اللوز، كديروا غير 2 ديال الشوفان، او لا ما كديروش الشوفان كديروا مثلا دقيق القمح، لكم الاختيار. ممكن حتى تحيدوا مثلا الشوفان وديروا اللوز، 2 ديال اكواب ديال اللوز، او لا كديروا الفول السوداني ولا كاوكاو. يعني راه كاين بزاف ديال البدائل. نبعدوا شويه على داك الدقيق الابيض، من الاحسن ناكلوا شي حاجه اللي هي صحيه. اذا هنا غادي نضيف البيكين باودر او خميره الحلويات، اللي هي ملعقه كبيره بالمعالق المقياسيه، يعني تقريبا واحد 7 8، المهم نقول واحد 14 غرام، وواحد نص ملعقه صغيره ديال بيكربونات، والقرفه او الدرسين كتبقى على حسب الذوق، ورشه من جوز الطيب او لا الكوزه. اذا هادو كنعرفوا البنان والقرفه كي يعني كيتواتاو، كيجي واحد المهم تحت الكوزه كيجي واحد المذاق رائع. واخر حاجه كنضيفوا ملعقه كبيره ديال الخل الابيض او خل التفاح، وكنحركوا
المكونات كلها. كي كتشوفوا سهله، ما نحتاجوا لا طراب لا والو. ف كتجي رائعه ولذيذه. كملاحظه هنا هو شوف القوام ديالها. هنايا كنجيب واحد المول و كندهنوه، سواء الا كتعرفوا المول ديالكم ما كيلصقش، فما ماشي ضروري انكم ديروا ورق الطبخ، لكن هذا ورق الطبخ كيساعدنا باش نطلعوا الكيكه من المول اولا من القالب بطريقه سلسه. اذا كنت بغيت نقول لكم واحد الملاحظه بالنسبه للكيكات اللي كندير انايا، او الوصفات اللي كندير خصوصا اللي مثلا بالموز او لا بالتفاح او لا بالزنجلان او لا بالطحينه او لا حاولوا انكم ما تخليوهمش في المطبخ، يعني ضروري تخليهم تحتفظوا بهم بالثلاجه باش ما يخسروش لكم. هادشي لا يعني لا بقاو يعني لا ما تكالوش. اذا هنايا كتزيين ممكن ديروا حبيبات الشوكولا كي درت، ممكن ديروا الكركاع، الجوز، اللوز، الكاوكاو، او لا ما ديروا حتى شي حاجه، تخليوها طبيعيه. بطبيعه الحال انا كندخل الكيك ديما في الفران يكون بارد على درجه حراره واحد 160 حتى 170، يعني يكون الا كان بالغاز يكون يعني كي شمعه خفيف، ولا كان كهربائي على 160 170 كتاخذ تقريبا واحد ساعه المكانه. وبطبيعه الحال كنختبروها، كنجيب واحد العود ديال الشواء او لا موس او لا اي حاجه وكندخلها خصوصا في الوسط، ولا طلع لينا ناشف راه هي طايبه. المهم الطريقه ديال كديروها وهي باقا في الفران، يعني ماشي حتى كتخرجوها. ايوا ونخليوها تبرد كيف القاعده على شبكه يكون من الاحسن باش ما تعرقش لينا الكيكه من التحت، ونخليوها تبرد تماما. كتعرفوا الكيك دائما انا ما كنعرفش علاش الناس كياكلوا الكيك سخون اولا كيقطعوا الكيك وهو باقي سخون، لا خليو الكيك حتى يبرد مزيان 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 مزيان. ومن الاحسن بحال دابا انا هذا كنصيبو بالليل وفي الصباح كنقطعو، اولا في الصباح كنفطر به اولا شي حاجه، كيجي متماسك وكيبرد وكياخذ داك القوام ديال الكيك اللي كيجي رائع. اذا هذا هو الشكل النهائي. ضروري نقطعوا معكم واحد قطعه اولا مقصو باش كتشوفوا دائما الكيك كيفاش كيجي من الداخل، سواء القوام ديالو او الشكل ديالو. كي كتشوفوا كتجي هشيشه ورطبه وما عرفتش كنقول لكم كتذوب في الفم. جربوها وما غاديش تندموا عليها. 100 غرام ديال اللوز، 100 غرام ديال الشوفان، يعني هاد الاشياء هادي راه ضروري كنفكروا في صحتنا، واخا كنضيعوا شويه ديال الفلوس ولا هذا، ولكن اهم حاجه هي الصحه ديالنا، فما تبخلوش على صحتكم، هذه هي اهم حاجه. اذا هذا هو الشكل ديالها كتشوفوه من الداخل، وغادي نقسم لكم وغادي ندوق حقكم في الجنه. ويعني سمحوا لي اللي كيتوحم او لا هذا، المهم نوضوا ديروا الكيكه اللي عندكم الموجود، واحد الكاس ديال اللوز، كاس ديال الشوفان، اولا 2 كيسان ديال اللوز ولا 2 كيسان ديال الشوفان، اولا بدقيق القمح. لكن بهاد المكونات اللي درت فيها اللي بالشوفان واللوز جات فعلا رائعه مع الموز. بالنسبه للسكر جا هو هذاك، لان البنان كيكون ديجا حالي ومسكر، فممكن انكم حتى ما ديروش داك ديال السكر. اذا كنقول لكم بالصحه والراحه، ونقول لكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والله يشافي كل مريض ان شاء الله. مع السلامه.